السلام عليكم متابعي عشاق الخياطة والتسهيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا هذا الموديل ديال الفستان بالدونطيل ديال البنيتات كيف ما طلبتوا مني. بغيتوا موديلات ديال البنيتات، الفساتين ديال البنات للعيد ان شاء الله. غنبدا لكم بهذا الموديل هذا حيت عندي موديلات بزاف ولا لقيت تفاعل ان شاء الله وشجعتوني غادي نحط لكم موديلات اخرين، لان عندي واحد الموديلات زوينين بزاف، يعني الجديد اخر ما كاين. نتمنى انكم تفاعلوا مع الفيديو، تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش هكذا تحمسوني نعطيكم المزيد. وبالنسبه للمشكل ديال ان اللي ما كيوصلهمش الفيديوهات واخا مشتركين، اليوتيوب دار واحد السياسه جديده، هي انك واخا تكون مشترك ما غيوصلوكش الفيديوهات، خصك تكون كتفاعل، كتخلي تعليق وكتحط ليه جيم، وتكون مفعل زر الجرس. واخا تكون الا ما كانش كيوصلوك، واخا مفعل زر الجرس يعني تعرف انك ما كتفاعلش. ضروري تكون كتفاعل بجيم ولي كومونتير ودير كذلك انك دير تفعل الجرس باش تبقاو توصلوا بالفيديوهات جديده. انا عاد سولت على هذه القضيه هذه وقالوا لي غير من بان اليوتيوب بدل السياسه. اذا بالنسبه لهذا الموديل هذا شنو غادي تحتاجوا فيه؟ ديال الثوب كيف شفتوا في الكتف الفوق، من الصدر الفوق كاين داك الثوب ديال التول. كتعرفوا الشبكه كيكون ديال التول كنديروا به الفساتين ديال البنات، راه رخيص ما غاليش بزاف. والثوب اللي من التحت ديال الفستان فهو الثوب، يعني ممكن ديروا الكريب هو الكريب، اولا ديروا ريحانه اللي بغيتوا، لكن الكريب احسن للبنيتات كيجي زويون. والتبطين من التحت التبطين عادي رخيص، كنقولوا التبطين ديال الفساتين غادي يعطيكم، كاين الالوان فيه. ومن التحت هذاك الدونطيل اللي كتشوفوا من التحت، هذاك الدونطيل كيتباع بالمتر، الدونطيل عريض بحال داك الدونطيل اللي الفوق، غير داك الدونطيل اللي لتحت يعني عريض، والفوقاني حيدوا له داك التشيل اللي فيه وخلاو غير داك الدونطيل، داك الورده اللي رقيقه. صافي هادشي اللي كاين في الثوب، وداك العقيق اللي مزينين به. يعني دائما تشوفوا الموديل غيبان لكم صعيب، ولكن هو ما صعيبش، راه ساهل. فقط فيه الثوب، النوعيه ديال الثوب يعني. حاولوا تختاروا النوعيه ديال الثوب تكون زوينه بحال هكذا الدونطيل، اي حاجه فيها الدونطيل كتجي زوينه. اذا بلا ما نطول عليكم غادي نبداو الفيديو. اول حاجه غادي تاخذوا الباترون ترسموا عليه القياسات ديال الطفله ديالكم، حيت ضروري نخدموا هذا الموديل بالدونطيل. غادي تاخذوا هذا هو الموديل، الباترون غادي ترسموا عليه الباترون ديالكم، القياس ديال الطفله ديالكم. تاخذوا القياس ديال الكتف بحال هكذا، هذا هو القياس ديال الكتف. غتدخلوا ب7 ولا 6 سنتيم على حسب الطفله، يعني الطفلات اللي من 5 سنوات لتحت دخلوا غير ب6، واللي من 5 سنوات الفوق دخلوا ب7 سنتيم. ونزلوا من الكتف فقط ب2 سنتيم، ما كنزلوش ب3 بحال الكبار. غادي تهبطوا بالمقص ديال التركيز، خذوا المقص ديالهم ديال التركيز من الكتف للحلمه ديال الصدر. وضروري تزيدوا 1 سنتيم كي كتعرفوا البنيتات، يعني الاطفال ضروري ما يكونوش شويه زي ما كيجوش اللي يعني الملابس عليهم لاصقه، باش تكون شويه مريحه ليهم خصوصا في الفساتين. ضروري نزيدوا 1 سنتيم. اذا كنزلوا ب3 سنتيم بالمقص ديال التركيز، ونقسموا على 2 وندخلوا بسنتيم فقط، ماشي 2 سنتيم غير سنتيم. غادي نجيو لهنايا لهذا الخط ديال التركيز، فيه غادي نحطوا المقاس ديال الصدر. بطبيعه الحال في العبارات غتاخذوا سنتيم زائد، وتزيدوا عليه 1 سنتيم ديال الخياطه بحال هكذا. غادي ترسموا من هنا الدوره ديال التركيز بحال هكذا. غادي تحطوا الطول ديال الفستان، ما غاديش تحطوا العرض الحزام لان الاطفال ما عندهمش يعني البطن اولا شي حاجه. غتحطوا الطول ديال الفستان نيشان، طول الفستان في العرض ديال الفستان غادي ديروا في العرض ديالو، ما غاديش ديروا بزاف، غادي ديروا 28 كافيه الفستان باش يجي يعني 28 في الربع، يعني 28 في الربع مضروبه في 4، راه غادي تجي في كل ربع 28، يعني راه كافيه 28 30 ما تفوتوهاش باش ما يجيوش داك الفستان واسع بزاف. اذا غادي تحطوا العرض ديال الفستان بحال هكذا صافي. وكتجيو من هنايا كتنزلوا واحد شويه. بغيتو ديروا العرض ديال الحزام شدوا لهم حتى العرض ديال الحزام، ماشي مشكل، شدوا لهم عرض الحزام باش تجيكم يعني هذيك. غالبا كيكون العرض بحال الصدر، العرض الحزام بحال العرض ديال الصدر، لان ما كاينش شي اختلاف. وكاينين تبارك الله ما شاء الله البنيتات اللي شويه تيكونوا عامرين، خذوا لهم القياسات. اذا وغادي ننزلوا بخط ما بين الحزام والجليل لتحت. العنق ديال الظهر غنزلوا ب2 سنتيم، والعنق ديال الامام غادي ننزلوا ب7 سنتيم صافي. غادي نقطعوا هذا الباترون هذا وبه غادي نخدموه.
على الثوب. الاطفال ديالكم دائما ديروا لهم واحد الباترون وخليوه اللي عليه تبقاو تخدموا. بحال هكذا. صافي غادي نجيو لهذا المنتصف ديال التركيز وغادي نفرقوه بحال هكذا، غنرسمو فيه خط المنتصف ديال التركيز بحال هكذا وغادي نفرقوه. هذه غنخدموا بها الجهه السفليه ديال الفستان هو التبطين، وهذه غادي نفصلوا بها داك التشيل اللي عندنا غيجينا فوق من الصدر الفوق. اذا بالنسبه شحال غادي نحتاجو ديال الثوب، التشيل غادي تحتاجو فقط واحد يعني نصف متر او لا ربع متر الا بغى يعطيه لكم. هذه القطعه هذه غادي تحتاجو فقط متر، والتبطين كذلك متر، والدونتيل غادي تاخذوه على حسب الدوره ديال الفستان 28 سنتيم، غتضربوها في 4 وتاخذوا يعني تاخذوا القياس ديال الدونتيل اللي يكفيكم. والدونتيل كذلك اللي في الكتف حتى هو غتاخذوا الدوره ديال الكتف وغادي الدوره ديال الربع ديال الصدر في 4 وغادي تاخذوا يعني شحال يكفيكم ديال الثوب. اذا غادي ناخذوا هذا هو الثوب. بطبيعه الحال الثوب غيكون عندكم بالاجزاء ديال التشيل بوحديتو وديال التبطين بوحديتو وديال الكريب بوحديتو ديال الفستان، يعني نتوما غيكون عندكم قطعه. انا فقط غادي نوريكم هنايا. اذا بحال هكذا هذا هو الثوب. غادي نطويوه على 4 هكا باش نفصلوا الظهر والامام في مره واحده بحال هكذا. ترسموا هنا هذا النصف ديال التركيز. بحال هكذا. ونقطعوه باش كيعطينا الظهر والامام. وكذلك التبطين غنفصلوه بنفس الباترون، ولكن غنقصوا واحد 4 سنتيم في الطول عليه باش غنكبوا داك الدونتيل باش يجينا نكبوا داك الدونتيل فيه باش يجينا داك الدونتيل خارج شويه على الفستان كيف ما كتشوفوا في الصوره. انا غادي نحاول نخليكم الصوره وقت طويل باش تشوفوها. اذا من بعد نفس الطريقه اللي قلت لكم غنفصلوا به التبطين، غنفصلوا جوج منه ديال الظهر وديال الامام وغادي نرجعوا. هذه غادي نحطوها على الثوب ديال التشيل، غنطويوه على 4 ونحطوها بحال هكذا. ما تنساوش كذلك ملي تكونوا كتفصلوا هاد القطع تزيدوا سنتيم ديال الخياطه من هنا و2 سنتيم ديال سنتيمات الخياطه، يعني بلا ما نذكرهم ضروري تزيدوهم. غادي نحطوا هاد التشيل هذا ونفصلوا بحال هكذا. ومن التحت ضروري نزيدوا سنتيم ديال الخياطه بحال هكذا. صافي. هنا في هذا التشيل هذا في الكتف غادي تزيدوا غير من الكتف غادي تزيدوا 1-2 سنتيم بحال هكذا باش يجيكم كيف شفتوا في الصوره. ملي غنركبوا الدونتيل غادي يجينا داك الكتف غيجينا شي شويه طايح، غيجي مغطي لنا داك غيجينا شويه طايح الكتف. اذا بحال هكذا. صافي. من بعد كنفصلوا الظهر على الامام وكنحيدوا العنق ديال الامام. صافي. دابا غادي ندوز نوريكم واحد طريقه الخياطه في قطعه مصغره. اذا بالنسبه للطريقه ديال الخياطه، هذا هو الفستان. ها نتوما حطيت الوجه على الوجه وخيطته من هنا من الداخل، كذلك التبطين حطيت الوجه على الوجه وخيطته من هنايا. غادي نقلب التبطين بحال هكذا على الوجه ديالو وغادي ندخلو هنا في الفستان. علاش؟ باش منين نقلبو تجي داك الخياطه للداخل، ما تجيش باينه في الفستان. وغادي نخيط التركيز مع التركيز هنا كما شفتوا. خيطوا التركيز ديال الجهات الاربعه.
بحال هكذا غنخيطوهم. الكم مازال هاد الدوره التركيز مازال غنديروا لها داك التشطيب ديال اللي سبق لي ودرت بحال هكذا، باش منين من بعد كنقلبوا هانتوما غتشوفوا غادي تجي الخياطه في الفستان لداخل من هنا في التبطين نقيه، يعني غادي تكون الخياطه هنا مع الخياطه. اذا هذه من بعد غادي نجيبوا هاد القطعه ديال الامام ديال التشيل وغادي نحطوها بحال هكذا بهذا الشكل، هذا الوجه على الوجه ديال التشيل على الوجه ديال هذه، وغادي نخيطهم بهذا الشكل هذا. يعني غنلاقيو القطعه الفوقانيه مع القطعه السفليه، وما نساوش حتى التبطين، ما تنساوش. هنا كنحاول فقط نشرح لكم، يعني ماشي داكشي، فقط نوصل لكم الفكره وصافي. ديال الظهر كذلك كنحطوا الوجه على الوجه وكنخيطوا صافي. كيبقى لينا كنقلبوا الفستان للداخل وكنخيطوا الكتفين، ما كنخيطوش هكا على الوجه، كنخيطوه من الداخل بطبيعه الحال. غادي تقلبوه للداخل وغادي تخيطوا هنا الكتفين. هذه طريقه سهله هانتوما، يعني حتى في الخياطه ما غاديش يعذبكم. واخا يبان لكم الموديل راه صعيب، ولكن كي قلت لكم حيت بالتشيلو داكشي غيبان لكم صعيب، ولكن هو راه سهل فقط. يعني الموديل سهل فقط، داك التشيلو داكشي اللي مزينو. اذا من بعد ملي غتخيطوا تعقلوا على داك التشطيب ديال الكول اللي كنت درت لكم، غنخلي لكم في صندوق الوصف. غادي تهبطوا لتحت لصندوق الوصف وغادي تلقاوه. داك التشطيب هو نفسه اللي غديروا الكول وغديروا للدوره ديال الاكمام. ممكن ديروه بشريط البيي ديال الساتان. الا ما لقيتوش في اللون ديال الثوب غديروه بهذا الثوب ديال الكريب هذا، ديروه به داك تقطعوه. المهم انا شرحت لكم كيفاش ديروه، غتلقاوه في صندوق الوصف. وغادي ديروا به هذا التشطيب ديال هذه الدوره ديال الكم، ها هي التركيز. وكذلك الدوره ديال العنق، ولكن دوره العنق غتكون فيها فتحه، غديروا فيها واحد الفتحه بحال هكذا، وتدوروا عليها داك التشطيب من هنايا كامل، وديروا فيها واحد الصدفه باش يجيكم سهل انكم تلبسوها. من بعد شنو غادي يبقى لكم؟ غيبقى لكم هاد الدونتيل هذا. هاد الدونتيل غادي تخيطوه، غادي تركبوه من هنايا بحال هكذا، تنزلوا واحد شويه لهنا على هنايا، وغدوروا به على هاد الخياطه هذه، ها هي بحال هكذا. وغادي تطلعوا كذلك هنايا وتدوروا به من هنا وتهبطوا هكذا، تهبطوا على هاد الخياطه ديال الظهر، هاد الخياطه، وتدوروا لهنا حتى توصلوا لهاد النقطه اللي بديتوا فيها، وغادي تقلبوهم للداخل بحال هكذا وتخيطوهم صافي وتقطعوا. وبالنسبه للدونتيل اللي غادي يجي لتحت فانتوما غادي تركبوه على الدورات، تستعملوا نفس الدونتيل، غير هو الدونتيل تيكون فيه واحد التشيل هنايا وهنا الدونتيل هذاك غادي تركبوه بالتشيل ديالو هنايا، ولكن اللي غادي يجي هنا غتحيدوا له داك التشيل وتخليو غير الدونتيل بحال هكذا وتركبوه هنا. والقطعه السفليه غادي تركبوا معها الدونتيل عادي، غادي تكون ناقصه شويه، والدونتيل كبير غادي يجي الدونتيل خارج على الفستان، غادي تركبوه عادي على الدوره ديال هاد التبطين هذا كامل. صافي غادي يبقى لكم غير هاد القطعه هذه الفوقانيه، غادي تنيو 2 سنتيم وتخيطوا لها الدوره ديالها كامله صافي. وهذا هو الفستان، يعني راه الشرح ديالو واضح. كنتمنى انه يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش انكم تخليو لي التفاعل ديالكم وتبارطاجيو الفيديو بزاف مع الاصدقاء ديالكم. وغادي نحط لكم ان شاء الله موديلات روعه، انا متاكده انهم غادي يعجبوكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.